السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. مريت بفترة صعبة جدا الايام اللي فاتت، لان اكتشفت ناس كتير على حقيقتهم، طلعوا كدابين وما عندهمش ضمير، عارفينك بس عشان مصلحتهم، لكن غير كده لا. وده سبب الضغط النفسي والعصبي اللي انت وصلت له. ما كنتش تتوقع ان قناعتهم كذب وحقيقتهم صدمتك فيهم. حاول تخرج من الحالة دي، كمل عشان تعرف تواجه اعدائك، وارجع اقوى من الاول. خليهم يندموا على غدرهم بيك ويتمنوا يسلموا عليك، ساعتها هتحس انك اخدت حقك. اما بالنسبة للعقربة ولا الحرباية اللي في حياتك، مش سايباك في حالك وشغالة نميمة عليك، ان شاء الله هتتخلص منها قريب جدا. هتحس ان حياتك اتغيرت بالكامل. بالنسبة للمرتبطين، اهتم بشريك حياتك، حسن علاقتك معاه، قرب منه واتكلم معاه في تفاصيل حياته ومواضيعه. وخلي بالك، اوعى التجاهل، لان ممكن علاقتكم تتدهور، هتعيشوا في نكد ومشاكل مش هينتهي. حاول تصلح الامور بينكم كمان، لانك انت شخصية متزنة في كلامك مع اي حد، بتقدر تقنع الناس اللي حواليك بوجهة نظرك وافكارك. ما بتحبش حد يغلطك ابدا، دايما بتكون عارف انك صح حتى لو قرارك غلط في اي حاجة. ما بتحبش تطلع غلطان. شخصية قوية واثقة من نفسها. خططت عشان تشارك حبيبك وقت رومانسي، بس ممكن تعطلك بعض الالتزامات، وحبيبك ممكن يزعل منك. حاول تفهمه اللي بيحصل، ووعده انك هتوفي وعدك وقت تاني. وهو زعل عشان انتوا محتاجين اصلا انكوا تقضوا وقت مع بعض حتى لو قليل. كنت بتفكر تغير نظامك الغذائي، لكن هتأخرك شوية عزومات. عندك صفة جميلة جدا، انك واثق من نفسك لحد الغرور. ثقتك في نفسك دي مخليه الناس اللي حواليك بيفكروا انك مغرور، بيسيئوا فهمك غلط يعني. عشان فاكرينك مغرور، لكن بالعكس، انت مش كده. هي دي طبيعتك، انك بتظهر الغرور من غير ما تاخد بالك، هي دي طبيعتك. اما بالنسبة للي مش مرتبطين، بتحس بانجذاب لشخص او زميل في العمل، لكن انت حاسس ان مزاجه بيتقلب من وقت للتاني. اوقات بيظهر لك اهتمامه وبيكون واضح، واوقات بيتجاهلك. انت بقى النصيحة ليك، خليك هادي ومتزن، ما تظهرش اي مشاعر من ناحيتك انت. سيبه مع نفسه لغاية ما الامور توضح، وتعرف حقيقة مشاعره ناحيتك، عشان ما تتعرضش لأي استغلال من ناحيته لو طلع نيته سيئة. خاصة ان انت الفترة اللي جاية ممكن يعترف لك حد قريب منك بحبه، بس انت هتحس بتوتر وقلق لانك مش شايل له اي حب او مشاعر، ولا بتحس بأي حاجة تجاهه. هو منجذب جدا ووسيم، بس انت مش هتحس اي حاجة من ناحيته. في حاجة بقى بالنسبة للحب ليك، لو انت بتحب شخص معين، ما تخليش الحب والمشاعر هي نقطة ضعفك، ولا يكون محور حياتك هو الحب. لازم يكون اهتمامك الأكبر لشغلك وحياتك الشخصية. طموحاتك وأحلامك وأمنياتك محتاجة المجهود مضاعف. ما تستسلمش لأوقات اليأس اللي بيمر عليك. خلي أهدافك قدامك مهما حصل، لأنها أهم حاجة. في أوقات انت بتحس بعسر هضم، وده بسبب الأكل بيكون مش مناسب لصحتك. اهتم بالأكل الأساسي، الخضار والفاكهة والعصائر الطبيعية، عشان تتجنب أي مشاكل صحية. بإذن الله في تغييرات إيجابية في حياتك بشكل عام، لأنك شخصية بتصبر على الوضع اللي بتكون فيه. بس في أوقات بتحس بالضيق، خاصة لو اتعرضت لظلم. بتكون الحالة اللي انت فيها بتكون في هدوء تام، مش عارف تتكلم ولا تقولي، لو هو ده أنسب حل عشان تخرج من أي مشاكل بتحط نفسك فيها. استحمل شوية عشان توصل لأهدافك. ما تتكلمش مع أي حد عن مشاكلك وأزماتك، لأن ممكن يستخدموها ضدك أو نقطة ضعف. حاول تعمل خطة عشان تحقق حلمك وهدفك، واوعى تيأس لو عدى عليك وقت ضعف أو حزن، ده كله هيخلص وينتهي بإذن الله تعالى. بتعشق الرومانسية جدا. بتتقدم في شغلك وبين صحابك، بتتعامل طول الوقت بضمير، وده كويس جدا. بالنسبة للمرتبطين،
حاول تسيطر على اسلوب حبيبك لانه ممكن يستغل طيبتك دي وضميرك لصالحه، ويبتدي انه يضغط عليك في اي حاجة هو عاوزها. خليك جد معاه ومحدد الكلام، ولو كنت بتاخد الكلام على اعصابك وبتوتر لازم تتمسك بالهدوء في بعض الاوقات. ممكن تهدى انك تشغل موسيقى او اي حاجة بتخليك تهدى وتستريح. اتجنب اي حاجة بتعصبك لان ممكن تزود حالتك النفسية لو انت اتضايقت. ولو كان ليك ازمات قبل كده ده مش معناه الفشل، لا، انت لازم تبدأ من جديد. خلي عندك حماس في اي حاجة في حياتك لانك شخصية بتحكم فيها عقلها اكتر من مشاعر. كمان في اخبار كويسة جدا قريب باذن الله تعالى نتيجة تعبك ومجهودك الزيادة في شغلك وجديتك فيه. اي قرار هتاخده الايام اللي جايه هيكون صح وهينجز امورك بسرعة جدا. وانت كمان عارف انك لو ما عملتش كده وخدت قرارات صح هتكون تحت ضغط ما بينتهيش. خلي بالك في ناس مهما عملت معاهم خير مش عاوزينلك اي نعمة واي خير يجيلك. ما تاخدش الامور دي بتوتر وعصبية، وابعد عن اي حاجة بتضايقك او بتوصلك لحالة نفسية. كمان ما تاخدش تهديدات شريكك بالنسبة دايما بيتخانقوا مع بعض بانكوا ما تاخدش تهديدات شريكك بانكم تبعدوا عن بعض. بجد حاول انك تتكلم معاه في اللي مزعله وتعرف ايه اللي مخليه متضايق منك، توصل لحل المشكلة دي عشان ما تكبرش اكتر من كده. تنهي الخلاف بينكوا وارضى بنصيبك، ما تبصش بره. ارضى بنصيبك بشريكك لانه ممكن يكون نعمة النصيب، واي حاجة بتدور عليها هتلاقيها فيه، بس انت ركز. إيه، مش معنى انك اتهزمت مرة هيكون كل مرة كده، لا طبعا. حاول تفكر وخليك في الأحسن عشان ما تتأثرش بعد كده. بالنسبة للجماعة اللي يعني مفيش خالص بتعيش حالة فراغ عاطفي بسبب انك مصر تقفل قلبك في وش اي محاولة حب او اي حد بيقرب منك. ممكن يكون الشخص ده بيحبك ومشاعره كويسة وعايز يقرب منك، بس انت ممكن تخسره. حاول تفكر، ما تسمحش لأي تجربة وحشة مريت بيها انها تأثر عليك بالطريقة دي. انت في حاجة انك تبعد عن جو المشاحنات. ركز قدر الامكان في شغلك، وخاصة انك ممكن تترقى الفترة اللي جاية بإذن الله تعالى. وانشغالك بأي حاجة تانية بعيدة عن شغلك ممكن يضر مستقبلك. محتاج انك تعتني بنفسك بشكل اكبر من كده لانك بتحس بوجع على طول في جسمك بيخليك دايما حاسس بالتوتر والقلق. كمان بإذن الله التوقعات ليك هتحقق نجاح كبير في مجالك، وهتلاقي تقدير من صحابك بعد وقفتك النبيلة معاهم، وهتبقى في نظر الناس كويس جدا. كمان في حاجة هتقدر تتقدم في شغلك، هتحقق انجازاتك اللي بتحلم بيها. بالنسبة برضو اللي بتخانقوا كتير حاول انك تصالح حبيبك وتتكلم معاه عن اي حاجة هتساعدكم عن الاستقرار. واللي حصل ده والخناقة اللي حصلت دي واللي كان السبب فيها لازم تبعدوا عنه وما يتكررش اللي حصل ده برضو، وتبعدوا بعض على كده وابعدوا عن المشاكل اللي خلتكم تبعدوا عن بعض الفترة اللي فاتت. خليك حريص على اكل الخضار والفاكهة عشان تستفيد من العناصر الغذائية وتجدد النشاط والحيوية. في حاجة كمان، انت لازم تواجه اي مشكلة بتقع فيها. حاول انك تحلها بذكائك وقوة شخصيتك وجرأتك على اي تجربة بتدخل فيها. قدر نفسك واعتز بمهارتك وشخصيتك مهما حصل ومهما كانت حاجتك للشغل، وما تقبلش بأقل من اللي انت بتستحقه لانك بتتقدم ودايما في شغلك وبتقدم كمان لأصحابك واهلك حاجات كتير. خليك فاكر ما ترضاش بالأقل، اطمع في الطموح وانك توصل لأهدافك وأحلامك، وما تبعدش عن الشخص اللي بيحبك لانه محتاجك تكون جنبه وتقرب منه، والامور كلها هتبقى بأفضل حال بإذن الله تعالى. ابعد عن اليأس وخلي عندك قوة صبر وتحمل، لان قوة الصبر والتحمل دي بتساعدكم انكم تستنوا او تستحملوا عشان تحققوا اهدافكم واحلامكم اللي مستنيينها. لان انت معروف عنك حبك الشديد لشغلك بتشيل المسؤولية اللي اي حد بيخليك مسؤول عنها. من مميزاتك كمان انك عنيد، عنادك ده بيخليك تعمل حاجات الناس بتفكر انك مش هتقدر تعملها. حاول تستفيد من الفرص اللي قدامك. فكر كويس قبل ما تاخد اي قرار، صح انك تقبل الفرصة المناسبة ليك او ترفضها.
لكن احذر انك تقع في فخ التردد عشان تقدر تتقدم في حياتك بشكل عام. ولو كان ليك اي ازمة قبل كده في شغلك فده مش معناه الفشل، لا، ده معناه انك هتبتدي من اول وجديد. خلي عندك حماس وخلي طموحك ده هو اول هدف في حياتك. ومش معنى انك اتهزمت قبل كده في اي مرحلة حب كل مرة هيبقى كده، لا، حاول انك تجدد، حاول تفكر، حاول تختار صح، حاول تشوف خطواتك صح وتشوف المناسب ليك، لان هي دي حياتك وما تخليش حد يتحكم فيك. دي حياتك الخاصة عشان ما تقعش نفس الوقعة اللي انت وقعتها المرة اللي فاتت. واهم حاجة ما تتفاجئش برد فعل حبيبك لو كنت مقصر معاه، لان طبيعته وطبيعة شخصيته بتطلب منك الاهتمام. لو ملقاش الاهتمام اللي هو عاوزه اكيد هينكد عليك، فانت لازم تهتم، ده اول حاجة. يعني حط هدف قدامك انه ما ينكدش عليك، لانه هو عايز يحس دايما بحبك ليه، وهتلاقي منه ردة فعل زعل.